السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي في الله. يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال، اللهم امين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. انا خلصت الموعد بتاعي زي ما انتم شايفين كده، انا في الشارع. كان عندي موعد مع الدكتور بتاع البيت عندي. الدكتور بتاعي ده في الزدونة، على ترام 3. يعني هو على طول بيمشي من قدام العيادة ترام 3. انا بروح باتوبيس 23، بس للاسف الاتوبيس بقاله فترة طويلة ما بيدخلش هناك عند الدكتور. بيقف مثلا بينه، يعني بمشي محطة وشوية كده على رجلي على ما اوصل للدكتور. وانا بقى ماشية في الطريق بعدي على السنترم ده. السنترم ده هناك، هو السنترم محلاته مش كتير، ولكن المحلات الموجودة هناك بصراحة حلوة جدا ومعمولة بشكل جميل جدا جدا مغري. يعني انا مثلا لو عايزة حاجة من ايتوس من هناك، بعدي عليه وانا هناك بجيب لو انا محتاجة حاجة فيه يعني. او في الاربيتا هنا لو محتاجه حاجه من السوبر ماركت اللي هناك. مش محتاجه حاجه بحب ان انا ادخل اتجول فيه، لان المحلات بتاعته شكلها حلو جدا. هو مغطى كده وشكله حلو، شايفين الفاكهه مرصوصه ازاي. هو صغير بس محلاته حلوه جدا بصراحه. وبعد التجديدات والحاجات اللي عملوه فيها شكله حلو قوي. فهناخدكم النهارده جوله في بلوكر اللي هناك، لان البلوكر اللي هناك اكبر من اللي موجود هنا عندي في لايفاخ. والحاجات كده مرصوصة بشكل واضح. انما في الليفخ المحلات الحاجات مرصوصة في شوارع ضيقة كده، فتحس انك مش بتاخد راحتك وانت بتتفرجي. مش عارفة، انا بالنسبة لي بحس ان انا مش عارفة اتجول فيه او اخد راحتي. فانا بحب لما اي ميعاد عند الدكتور هناك ليا او لحد من الولاد وانا رايحة معاه، لازم اعدي على السنترم اللي هناك واشوف الحاجات الجديدة اللي في بلوكر هناك. زي ما انتم شايفين كده، كنت ببص على العجانات، نفسي اشتري عجان. ادعوا لي بقى يا بنات، ادعوا لي، عايزة اجيب عجان. بس عارفين المشكله في المكان. يعني انا لما باجي ابص مثلا المكان، علشان ما عنديش رخامه اصلا، هو الحوض. فاقعد اقول هحطها فين، وبشيل هم المكان وان انا هحطها فين. فكنت داخله كمان علشان اشوف مكان القهوه، كنت بشوف مكان القهوه اللي هناك، وقلت ابص كمان على العجان واخد جوله فيه. بحب اتجول جدا 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 في اي محلات بتاع ادوات منزليه. يعني عارفين، بخش كده واحلم ان شاء الله في المستقبل هيكون عندي مطبخ كبير وعندي رخامة، وهحط كل اللي نفسي فيه هناك، وهجيب كل حاجة في المطبخ. عارفين، ببني أحلام كده وانا في المحل. فقد ايه بكون سعيدة ومبسوطة وانا بتجول. مش هتتخيلوا يعني بصراحة قد ايه غاية يعني سعادتي وانبساطي وانا بشوف كل الحاجات دي بتاعة المطبخ. وبحلم ان شاء الله بإذن الله، وبتمنى ان هي تكون عندي بإذن الله في المستقبل. ولو ما جتش برضه الحمد لله، يعني احنا عايشين الحمد لله فضل ونعمة. فاتمنى الفيديو بتاعنا ينال اعجابكم، ولو عجبك ما تنسيش تعملي بلايك. ولو انت لسه جديده وحابه قناتي وحابه تتابعيني، اضغطي على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، اضغطي اشتراك وفعلي كلمه الكل عشان يوصلك منا كل جديد بنقدمه. وكمان يا بنات شيروا الفيديو، اللي بيحبني بقى وحابب يعني يساعدني في القناة كده، يشير الفيديو مع اخواته ومع اصحابه ومع حبايبه ومع قرايبه. يشوف الفيديو يحط عليه كومنت يقول لي رأيه فيه، يدعمني بلايك بأي حاجة. انا قابلة والله بأي حاجة. فحبيت اعمل الجولة دي كمان للعرايس اللي بتجهز واللي داخلة على جهاز، ومحتارة تجيب ايه في العفش بتاعها او في الفرش بتاعها، ومحتارة من الحاجات الكتير اللي انا بسمعها. بصراحة ربنا المستعان. بصراحة بنصح اي عروسة تجيب طقم من اللي هو اسمه ايه، النحاسي ده. حلو جدا حلو جدا جدا. هاتيلك بقى ايه مجموعة كده منه، من كل نوع حاجة واحدة بس. لان بصراحة انا معجبة بيه معجبة بيه جدا جدا. كل حاجة موجودة بالشكل النحاسي بحبها. ف يعني كل عروسة بتحتار، بدل ما تجيبها انواع كتير جدا ما تستعملهاش، لا هات الحاجات اللي نازلة جديد من كل نوع حاجة واحدة بس. نصيحة يعني، بلاش تكتري والحاجات اللي أنا بسمع عنها والارقام المهولة اللي معرفش هتحطها فين دي. وليه الكركبه دي اسمها كركبه مش اسمها جهاز؟ احنا كده بنكركب مش بنجهز. فطلع حاجات كتير، مودات حلوه، كل حاجه في المطبخ. طلع حاجات حلوه كتير قوي العرايس تجيبها اكتر ما تجيب اعداد. فاهمين؟ يعني انا اجيب انواع كتير طالعه جديده ومن كل نوع حاجه واحده بس، اكتر من ان انا اجيب عدد من كل نوع. فربنا المستعان يعني. او بلاش يعني، حاجتين حلوين والله وفضل ونعمه، وهي بس تدوبهم وتعيشوا في سعاده، وده اهم حاجه. ف والحاجات الخشبيه كمان، حبيت ان انا اعمل لكم كده جوله في الخشب، في الحاجات الخشب كده. طالع حاجات ديكورات وحاجات من الخشب حلوه قوي بصراحه. فاتمنى الجوله بتاعتنا تنال اعجابكم، ولو عجبتك ما تنسونيش بقى من لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وهسيبكم هنا بقى في الجوله تستمتعوا بيها، واتمنى لكم من قلبي مشاهده ممتعه. واشوفكم ان شاء الله بخير وعلى خير في روتين جديد وجوله جديده. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت
فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله. يا رب خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله. ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمعا وأشعله. سلمت قلبي يا ربي لتصله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله. يا رب خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله. ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمعا وأشعله. سلمت قلبي يا ربي لتصله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله. يا رب خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله. ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمعا وأشعله.
سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله.